السلام عليكم، معكم عبد الله من شركة النسيج العربي. اليوم راح نشرح لكم طريقة قص الثوب الكويتي بماكينة القص الألماني. أول مرحلة يتم فرد القماش بالطريقة اليدوية. تقدر تفرد طبقة أو طبقتين أو حتى إلى 10 طبقات. طبعا هذه الطريقة القص يتسمى بالقص المفرد. القص المفرد اللي هي عملية الميتو ميجر أو التفصيل حسب الطلب، يعني لأصحاب المشاغل اللي لديهم اللي يقصوا لكل عميل يعني لكل عميل على حسب مقاساته، ما مش متعددة الطبقات. فهنا الآن بنتكلم عن ماكينة البولمر اللي هي هذه ماكينة البولمر القص المفرد. خلونا نوريكم كيف الطريقة. أول حاجة يتم برمجة الثوب عن طريق برامج خاصة موجودة لدى شركة النسيج، وإرسالها أوتوماتيك إلى الماكينة. مجرد ما ترسل على الماكينة يتم وزنية الماكينة وعملية القص. طبعا يتم عملية القص الآن زي ما انتم شايفين، زي ما قلنا الكمبيوتر طبعا تقص القطعة الأولى والقطعة الثانية وهكذا. خلصت المراحل الأولى، الآن اللي باللون الرصاصي تم الإنجاز، والآن نكمل بقية القطع. هذه هي القطعة جاهزة، نقدر نسحبها زي كذا زي ما انتم شايفين. شوفوا كيف الآن يتم تجميع القطع بعد القص. تسحب وتمشي على المرحلة الثانية. عادة ثوب أو 4 ثياب أو 10 ثياب تقصها في 2.5 دقيقة طبعا مع جميع العلامات. شوفوا الآن تم قص المرحلة الأولى. الماكينة الآن ممكن الموظفين الآن يبدأوا تركيب الثوب الثاني من الجهة الأخرى، والآن يتم تجميع الثوب من هنا. الآن تقريبا انتهت من الألوان اللي هو بالرمادي. الأصفر الآن بتكمل القص باللون. سالم طبعا سالم قصاص جاي من الكويت. ايش رأيك يا سالم؟ ما شاء الله فوق الممتاز. شوف الآن هذه النتيجة، قصت الثوب خلصت، والماكينة تقدر تنتج يعني من 200 ثوب إلى 500 ثوب باليوم في حال كان التفصيل. إذا كان على 10 ثياب ممكن توصل لل1000 وأكثر. شكرا لكم ويعطيكم العافية. مع السلامة.